عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. برنامج ببساطة فيه 3 أسئلة. السؤال الأول فيه شوية حساب. حاسبي؟ لا 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 لا. نشوفوا ترى. ما عنديش حساب. باش نشوفوا ساهل لازمك تركزوا برا باش نقول لك من الأول لازمك تركز. فما مدرسة فيها 400 تلميذ. 5% من التلاميذ هذوما شراو كراسة برك. و95% الشطر نتاعهم شراو زوز كراسات والشطر نتاعهم الآخرين ما شراو حتى كراسة. قداش فما من كراسة في المدرسة هذه الكل؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 400 قداش 400 تلميذ 400 تلميذ 95% قداش شراو من 95 تلميذ 95% معناتها 95% على 4% شطرهم شراو زوز كراسات وشطرهم ما شراوش و5% شراو كراسة برك. 5% شراو كراسه. باش بتحسبها 5% قداش شراو من كراسة؟ 5% هما 400 و400 5% 5 من الناس لا 4 كراسات مان طبيعته 5% 400 على 100 5 على 100 5 شنو على 100 5 20 20 في الخمسة 100 هيك ولا؟ وال 95% ما خذاوش. لا مش كل ما خداوش شطرهم ما خداوش وشطر الاخر خدا زوز كراسات. طلع بالذكاء طلع قداش فما من كراسة في المدرسة هذه؟ 600. كيفاش حسبت؟ قلت لك في الحساب مانيش مريض. انا دقزنا دقزت. معناتها نعاود لك من الاول. نو 5% لا لا محمد رسول الله. يعني على 3 شنو؟ تقسم على 3. اقسم اعمل اللي تحب انت. اضرب كيما تحب انت. في تعطيني نتيجه كيفاش حسبتها؟ 135. قداش؟ 135. 135 كراسه موجوده. لا لا. ما شنو؟ السؤال نقد كم عدد الكراسات في هذه المدرسه؟ كيفاش بتحسبها؟ حسب المعطيات اللي عطيتها لك انا. 5% اي الخمسة كيقول 95% نحك ال 5% الاولين 20 كراسه وال 95 اشتر شري واشتر شري زوج كراسه واشتر ما شراش يعني بكلهم شراو كراسه وال 5% شراو كراسه ولات الناس كل كراسه. السؤال الثاني يقول: ما هو الطائر الذي يستطيع لف رأسه 360 درجة؟ معناها رأسه يدور 360 درجة. تعرفوش؟ بومة لا. البومة لا. البومة تقريبا 270 درجة. معناها ما تلفش راسها هيك يدور الكل. لا. دور تقريبا 270. معناها حاشاك نجم تدور وحتكش لهنا وترجع. ما تدورش الكل. ثم 360 يدور. مش 90 مش 180 مش حسب رايك. علاش قدامك؟ لا طوار الليل شو اسمه ذاك يسميوه طوير الليل. خفاش. هذا خفاش 360 معناها يرجع راسه ويعاود يرجع. النسر. لا مش النسر. العقاب ولا لا النسر لا عقاب. لا ما عنديش فكرة. تعرف البومة؟ في بالي بالبومة هذيك. هو طائر صغير ومنقاره طويل. الطبيب. لا مش طبيب. شنو منقاره طويل؟ هذا طائر صغير مش كبير فهمتني. يسميوه عنده اسم لكن نسيته ومعناه اقل من العصفور اصلا صغير ياسر. منقاره طويل انا نسيت الاسم نسيته. اما الاوصاف نتاعو نشوف فيه في فيديوهات وكل شيء يدور راسه. وانت اول مره تسمع المعلومه؟ والله يا اخويا 360 درجه يدور والله مستغرب. قول له سبحان الله. سبحان الله. لا سبحان الله ما عظم شانه لكن شكون حسابهم هذا وهو يدور فيه. هذا نوريك باش نوريك يعني فيديو. ما وصلوا ينجم يحك ظهره بمنقاره 360. هيا قبل ما نعطيك الاجابه في اخر الحلقه تفضل تفرج. 360 شكون راه وشكون حسابهم له. واضح. شو سبحان الله. واضح. ريت كيفاش يدور راسه ولا؟ صحيح. الطير هذا مش موجود عندنا هنا. هذاك طائر الرفراف اسمه. طائر الرفراف. موجود مش في تونس كلها.
السؤال الثالث يقول: ذكر علمهنا النبي صلى الله عليه وسلم أوله توحيد، وأوسطه تسبيح، وآخره اعتراف بالذنب. ما هو هذا الذكر؟ سهل، يتقال مع بعضه. تسبيح. أوله توحيد. هاي الفاتحة. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. لا تكش سورة يعني. هو ذكر. هو ذكر. تعرف شو معناه ذكر؟ ذكر كيما نقولوا الحمد لله، سبحان الله، سبحان الله وبحمده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هذا كل أذكار. سبحان الله وبحمده، سبحان الله. نعم. لا ركز معي عاد. لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله. الحمد لله اعتراف لا اله الا الله، سبحان الله، سبحان الله، واستغفر الله العلي العظيم. ما أولها توحيد، أوسطها محمد رسول الله، أوسطها شنو؟ تسبيح، تسبيح، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وآخره اعتراف بالذنب. معناها المغفرة ولا لا حول ولا قوة بالله. أستغفر الله، أستغفر الله. لا نديش قرب لك شوية. لا اله الا الله، سبحان الله. هو قالها نبي من الأنبياء اسمه سيدنا يونس عليه السلام. يونس. تقدف من الحوته، قد فاتوا الحوته، ما التسبيح هو يسبح في الحوته. ايش يقول؟ يسبح في الحوته. هو تسبيح نسلم. التسبيح هذيك هذيك هي الذكر. هو كان مش تسبيح نتاعو. الذكر الناس نسلوا عليه كما شو هو قال وراه ما خرجش من بطن الحوت. والله يا اخويا انت جيت مفاجاه. هو كان مفاجاه هذيك اي واحد. حتى الجماعه اللي تحكي عليهم في المرسي يقول لك جدا مفاجأة. لا السؤال سهل اللي جبته له. والله سهل. والله لا والله يعطيك أوله والله أوله. لا إله إلا أنت سبحان رب العظيم. ما تعرفوش الذكر. لا اله الا هذا الذكر فيه بركة كبيرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معلم صح ولا معلم. هكا نكونوا وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم برنامج ببساطة. نرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا واستفدتم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. متابعة طيبة لبقية برامج قناة الإنسان الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.